انا بشكر من كل قلبي البنوتة اللي عرفتني بالزيت ده اللي اسمه وصفة جدتي. بصوا بنات، اي واحدة بتعاني من تساقط في الشعر واي واحدة عايزة تعمل انبات عليكي وعلى الزيت ده، انتوا بقى مش متخيلين العبوة دي فيها كام نوع زيت. انا مش هحفظ 33 نوع من الزيت: زيت جوز الهند، زيت الارجان، زيت الجوجوبا، زيت الزيتون، زيت الجوز، زيت بذور الكتان، زيت الخروع، زيت بذور اليقطين، زيت حبة البركة، زيت الجنسنج، زيت ديل الحصان، زيت القهوة، زيت شجرة الشاي، زيت النعناع، زيت الزعتر، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، زيت بذور القراص او القراص، زيت الروزماري، زيت العرقسوس، زيت البصل، زيت الثوم، مستخلص الشاي الاخضر، زيت الاملج، زيت الكركديه، زيت البابونج، زيت اللافندر، زيت البرتقال الحلو، زيت الفانيليا، زيت اليوسفي، زيت خشب الصندل، زيت الدوار، فيتامين اي. انا دخت. تعالوا بقى اما اقول لكم ايه قصه الزيت ده. حبيبي ابن صاحبه البراند عنده السكر من الدرجه الاولى، فكان عنده تساقط شديد في الشعر. فمن هنا جت فكره ان مامته تجيب له انواع زيوت بيور تخلطهم على بعض علشان تحطهم له على شعره، فيبدا يطلع له بيبي هير، او يبدا ان الشعر يبطل يتساقط. انا بالنسبه لي بقى تجربتي الشخصيه، انا كان عندي اماكن كده في شعري بدات تفضى شويه من لبس الحجاب، كنت اجربه. انا كده كده بروح اجيب زيوت كتير من عند العطار، فقلت ده هيريحني من الخلطات اللي انا بعملها، فجربته. اماكن دي عندي بدأ يطلع فيها نونو بيبي هير، انبسطت جدا بيهم وقلت لازم اعمل لها ريفيو. بجد لو عندك تساقط او في اماكن عندك فاضية عايزة تعملي فيها انبات، عليكي بقى والزيت ده هتدمنيه.